اخوات تالتة اعدادي جيت لكم المستقبل عشان اقول لكم تفاصيل المراجعه وارجعكم الحصه تاني. المراجعه النهائيه يا اولاد عندنا 5 حصص مهمين جدا. اول حصه مراجعه يونت 1 كلها شرح اسئله جيف ريزون واتس مينت باي وات هابن كومبير تشوز كومبليت رايت اور رونج تشوز ذات وورد. في حاجه سبتها؟ ما اظنش. ايا كان يونت 1 دان. يونت 2 الحصه الثانيه نفس النظام. الحصه الثالثه يونت 3 و4 مع بعض عشان يونت 3 درس واحد ويونت 4 درس واحد. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تيجي الحصه الرابعه حصه حل الامتحانات هنحل فيها المحافظات مهمه جدا 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 جدا. تيجي الحصه 5 مراجعه ليله الامتحان، الحصه اللي خرجت 30 طالب من اوائل الجمهوريه في الترم الاول جبناها لك تاني عشان نخرج نفس 30 طالب من اوائل الجمهوريه في الترم الثاني، واذا اكتر مش هنقول لا ان شاء الله يعني. طيب هنعمل لك باكج مهمه جدا للخمس حصص دول. الباكج دي هتكون عامله 200 جنيه. طيب مستر انا 200 جنيه كتير بالنسبه لي. طيب احب اقول لك اللي احنا هنعمل برومو كود. البرومو كود دون هيديك خصم 50% على الخمس حصص، تخليك تاخد الحصص دي كلها ب 100 جنيه بس. طب مستر البرومو كود ده الاقيه فين؟ البرومو كود ده عشان تلاقيه افتح كده الديسكريبشن بتاع الفيديو دون، هتلاقي لينك بتاع الواتساب جروب بتاعنا، دوس عليه ادخل على قناه الواتساب. خلال يومين هنبعت ان شاء الله هنبعت البرومو كود دون، وانت بتشترك في الكورس دخل البرومو كود هيديك خصم 50%، بدل ما تبقى ب 200 جنيه هيبقى ب 100 جنيه بس، والخمس حصص وتضمن درجتك النهائيه في الساينس في ثالثه اعدادي باذن الله. يلا ارجع للشرح على يونت 4 الهرمونز او الهرمونات. بص بقى يا صاحبي، ايه الهرمونات؟ ايه الهرمونات دي؟ طبعا لما نقول هرمونات، لما بقول هرمونات الراجل بيفكر في حاجه والست بتفكر في حاجه. الراجل بيفكر في هرمون التستوستيرون، ده الراجل يفكر فيه هرمون يبقى التستوستيرون. تيجي للست هرمونات يبقى مود سوينجز، شويه فرحانه شويه زعلانه شويه متضايقه، مالك ماليش، عملت ايه ما عملتش، ما انت لو مهتم كنت عارف، وهذا الشغل الجميل اللي كلنا عارفينه. طب مستر معلش هل الهرمونات اكتر من كده؟ الهرمونات اكتر من كده بكتير يا اولاد. جسمك بيخرج more than 50 هرمونز، جسمك بيخرج اكتر من 50 هرمون، في اكتر من 50 هرمون جسمك بيخرجهم. تمام؟ طب الهرمونات دي عباره عن ايه؟ الهرمونات دي يا صاحبي عباره عن كيميكال مسجز، رسائل كيميائيه. رسائل كيميائيه جسمك بيخرجها، زي هرمون الانسولين، الانسولين ده هرمون، زي الادرينالين هرمون، زي التستوستيرون الهرمون بتاع الذكور، والاستروجين والبروجسترون الهرمون بتاع الفيميلز هرمونات الانثى، زي كمان هرمونات الجلوكاجون وغيرها، زي الجروث هرمون او هرمون النمو. كل دي هرمونات بتخرج من جسمك. طب معلش يا مستر، هو مين بيفرز او بيخرج الهرمونات دي؟ الهرمونات دي يا اولاد بتكون سكريتد باي. مستر يعني ايه سكريتد باي؟ سكريتد باي يعني بيتم افرازها او بتخرج عن طريق الاندوكراين جلاندز، بتخرج عن طريق الاندوكراين جلاند، سكريتد باي الاندوكراين جلاندز. مستر يعني ايه جلاندز؟ جلاندز يا اولاد يعني غده. الهرمونات بتخرج من الغدد او الغده، تمام، زي الغده الدرقيه وغده الادرينال في ظهرك وهكذا، زي التستس اللي هم الخصيتين دي غده، او الاوفريز اللي هو المبيض برضه غده بتخرج هرمونات. فبالتالي يا اولاد دي غدد بنسميها باسم تاني وهو داكتيلس جلاندز او اندوكراين جلاندز. طب مستر معلش هو احنا لسه منهم كده؟ لان صديق الهرمونات دي بتخرج من الغده في الدم. يعني ايه يا مستر؟ يعني الغدد دي لما بتخرج الهرمون بتخرجه جوه الدم، جوه مجرى الدم، بتخرجه into blood stream في مجرى الدم. طب مستر معلش ليه بيخرجوا هذه الهرمونات في مجرى الدم او في البلاد ستريم؟ لان بكل بساطه شديده يا اولاد الدم دون بيعمل في الجسم، بيلف في الجسم، فلما بتخرج الهرمون جوه الدم انت كده بتاكد ان الهرمون ده يقعد يلف في جسمك يلف في جسمك يلف في جسمك لحد ما يوصل الهدف بتاعه. الهدف يعني ايه الهدف؟ التارجت سيلز، الخلايا المستهدفه. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا عندك البنكرياس دي غده موجوده تحت المعده، بتخرج هرمون مشهور اسمه هرمون الانسولين. هرمون الانسولين دون كلنا عارفين ان هو بيخرج عشان يقلل مستوى السكر في الدم. لما انت بتاكل حاجه مسكره هرمون الانسولين بيخرج بالبنكرياس عشان يقلل مستوى السكر. طب بيخرج منين؟ بيخرج من البنكرياس. بيخرج فين؟ بيخرج جوه الدم ويقعد يلف في الدم لحد ما يوصل خلايا اللي في العضل، زي مثلا خلايا العضلات او خلايا الرجل، تمام، فيوصل لهم عن طريق الدم. يعني يا مستر كده الدم يعتبر وسيله مواصلات. الله ينور عليك. الدم عباره عن
بياخد الهرمون من مكان ينقله لمكان تاني. اشمعنى الدم؟ لان الدم بيلف الجسم كله يا صاحبي. تمام. فبعديها بيوصلوا الخلايا المستهدفه او التارجت سيلز، عشان التارجت سيلز بتكون فار اواي او بعيده جدا عن الاندوكراين جلانز، عن الغدد، فبالتالي محتاجه البلد عشان توصل، محتاجه الدم كوسيله مواصلات. طب مستر، هل مستوى الهرمونات دي ممكن يعلى او يقل؟ طبعا. لو مستوى الهرمونات دي علت او قلت هيعمل لك مرض اسمه هرمون ديس اوردر، اضطراب هرموني او خلل في الهرمونات. فزي ما كنا بنقول يا ولاد، لو الهرمونات دي زادت او قلت هيعمل لك هرمون ديس اوردر او خلل هرموني او اضطراب في الهرمونات، خلل هرموني او اضطراب هرموني. تمام. الهرمون ديس اوردر ده يا ولاد امتى بيحصل؟ لما مستوى الهرمون ده في جسمك يعلى او يقل عن الحد الطبيعي. يعني انت الهرمونات لازم تخرج برينج طبيعي او بنورمال ليفل، مستوى طبيعي. لو الهرمون ده عالي او قل عن النورمال ليفل هيعمل لك خلل في الهرمونات، اضطراب هرموني. يبقى ده بيحصل امتى؟ لما يحصل increase or decrease in secretion of hormone، في افراز الهرمونات than the normal level، عن المعدل الطبيعي. يعمل لك هرمون ديس اوردر. الفكره بقى، فكره يا صديقي، اللي احنا النهارده باذن الله جايين ناخد 5 غدد في جسمك، كل غده منهم بتخرج هرمونات مسؤوله عن حاجه معينه. فالهرمونات دي رسائل كيميائيه بتتحكم في بروسيس، في فيتال بروسيس، عمليات حيويه بيتم افرازها من الاندوكراين جلاند في الدم وبتوصل للتارجت سيلز بتاعتها. طيب لو في خلل فيها هيبقى اسمه هرمون ديس اوردر او خلل في الهرمونات. طيب تعال نبدا باول غده معانا النهارده ان شاء الله، وهي البيتيوتري جلاند. دي اول غده هناخدها واهم غده عندنا واتقل غده، البيتيوتري جلاند. بص يا ولاد، اول حاجه مكانها فين البيتيوتري جلاند دي؟ البيتيوتري جلاند يا ولاد دي مكانها، لو افترضنا ان ده البرين اللي هو المخ، ادي البرين اهو يا ولاد او المخ، بص كده. تمام. قلنا يا ولاد ان ده البرين او المخ، لما واخد يا ولاد القلم وقع اهو، ده يا ولاد برين المخ. تحت المخ على طول هنا يا ولاد، هنا بالظبط كده هيكون في غده عامله كده في المنظر ده. الغده دي هي مين؟ هي البيتيوتري جلاند. زي ما انت شايف بتتكون من فصين، فصين بقى مش فص واحد، تو لوبس، فصين. التو لوبس دول حرفيا قد البي سيد، قد حبايه البسله. مستر انا سايب البسله في يونت 3، ايه اللي جابها في يونت 4؟ انا طقت. انا عارف، معلش استحمل. فهي تاني غده قد حبايه البسله، قد كده اهو، صغيره خالص. وسبحان الله سبحان الله سبحان الله، رغم ان هي صغيره جدا 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 جدا، الا ان احنا بنسميها باسم الماستر جلاند او المين جلاند. تاني بسميه اسم يا اولاد، الماستر جلاند او المين جلاند. وجيب ريزن، هو احنا ليه بنسميها ماستر جلاند او مين جلاند؟ ليه بسمي البيتيوتري جلاند بهذا الاسم؟ ليه؟ جيف ريزن. ليه غده قد حبايه البسله اسميها باسم الغده الرئيسيه او الغده الاساسيه في جسمي؟ لماذا؟ عملت ايه يعني؟ خليني اقول لك ان الغده اللي هي قد حبايه البسله دي يا صاحبي، الغده دي بكل بساطه شديده حرفيا بتتحكم في غدد جسمك بالكامل. هي حرفيا اللي بتكنترول او because it controls، بتتحكم it controls الاكتيفيتيز، يعني نشاطات او النشاط and secretions وافرازات of other glands للغدد التانية. ثانية واحدة يا مستر.
يعني غدد الجسم كلها بتمشي ورا البيتيوتري جلاند بالظبط كده. البيتيوتري جلاند هي اللي بتشغل الغده وتوقفها. يعني ايه يا مستر؟ يعني على مثال جميل جدا، عندك الغده الدرقيه اسمها ثايرويد جلاند موجوده هنا في الرقبه. الغده الدرقيه دي عمرها ما تشتغل لوحدها، عشان تشتغل لازم يجي لها امر او اوردر، يعني اوردر من البيتيوتري جلاند عشان تشتغل. الادرينال جلاندز فوق الكلى بيخرجوا الادرينالين، عمرها ما تشتغل لوحدها، لازم تشتغل بامر من البيتيوتري جلاند. عندك حتى السكشوال جلاندز الغدد الجنسيه اللي هو التستس والاوفريز، التستس في الميل والاوفريز في الفيميل، عمرهم ما يشتغلوا لوحده، لازم يشتغلوا بامر من البيتيوتري. ثانيه واحده بس، يعني عايز تقول لي كده ان البيتيوتري عامله زي مركز تحكم، هي اللي بتوقف وبتشغل غدد. الله ينور عليك، هي اللي بتقول للغدد امتى تشتغل وتقول للغدد امتى تقف. فهي انا معاك، هي صغيره جدا قد حبايه البسله، هي اللي سبحان الله بنسميها الماستر والمين، عشان هي اللي تتحكم في غدد الجسم كله. غدد الجسم كلها بتمشي ورا البيتيوتري دي. فهمنا الفكره؟ طيب على كده بقى يا مستر بتخرج كام هرمون؟ البيتيوتري عندنا يا اولاد بتخرج 7 هرمونات، عايزين نعرف 7 هرمونات. اول هرمون بيخرج منها هو هرمون الجي اتش او اللي بنسميه جروث هرمون، هرمون النمو. ثانية واحدة يا مستر مش ده الهرمون اللي مسؤول عن طولي؟ الله ينور عليك، ده الهرمون اللي بيديترماين الهايت، بيحدد الطول بتاعك، ده الهرمون اللي هيخليك انت قصير ولا طويل، هو هذا. طب مستر ما ينفعش اضربه بودره اي حاجه؟ طب اطول طول يا ابني، انت عبيط يا ابني، انت بتقول ايه؟ معلومه ليك على فكره يا اولاد، ميسي لما برشلونه اخده كان ميسي قصير جدا. ميسي بدا يتعالج بنادي برشلونه عالجه عن طريق حقن جروث هرمون، حقن كان بيضربها عشان يصوت طوله شويه، يعملوا نمو. تمام؟ فالجروث هرمون دي يا اولاد دي حقن النمو او اللي هو هرمون النمو، ده مسؤول عن الطول بتاعك. وطبعا يا صديقي تنساش اللي ممكن يحصل حاجه اسمها ايه؟ هرمون ديس اوردر. ممكن الهرمون ده يخرج بصوره كبيره جدا او قليله جدا فيعمل لك امراض. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا يا اولاد الجروث هرمون دون لا قدر الله لو خرج بصوره قليله جدا 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 اثناء الطفوله هيعمل لك مرض مشهور اسمه مرض الدوارفيزم، جايه من كلمه دوارف قزم. مستر معلش، الدوارفيزم ده يعني قزم؟ تلاقي يا صديقي كده وانت ماشي في الشارع ساعات بتشوفها واحد عنده 30 40 50 سنه وباين ملامحه كبير وبيتصرف كالكبار وهو كبير وكل حاجه، بس طوله قصير قوي، طوله قصير قوي قوي، طوله في قد البيبي. طب ليه؟ عشان الجروث هرمون دون او هرمون النمو خرج بصوره قليله، حصل decrease in secretion of GH. الجي اتش او الجروث هرمون خرج بصوره ايه يا اولاد؟ قليله جدا. الكلام ده امتى؟ during childhood، اثناء الطفوله. وده سؤال مهم، ممكن يجي يلعب لك كده بدل تشايلد يقول لك adulthood، تبقى غلط، لازم تبقى تشايلد في الطفوله. طب مستر معلش مش ممكن العكس يحصل؟ بدل ما يخرج بصوره قليله يخرج بصوره كبيره؟ الله ينور عليك، ساعتها هيعمل مرض عكس الدوارفيزم، مرض اسمه جايجانتيزم. طب مستر امتى الجايجانتيزم ده بيحصل؟ عكس الدوارفيزم يا ولاد، الاثنين عكس بعض. الدوارفيزم يحصل لما الجي اتش يخرج بصوره قليله، الجايجانتيزم يحصل لما الجي اتش يخرج بصوره يا ولاد كبيره جدا جدا جدا. بيحصل في انكريس في الجي اتش، الجي اتش يخرج بصوره كبيره جدا جدا during childhood برضه. بس الفكره كلها ان ده لما بيحصل تلاقي واحد في ثالثه اعدادي قدك، فهو في قدك في ثالثه اعدادي، بس تلاقي الراجل ده بسم الله ما شاء الله اكبر عليه طول بعرض قوي. طب ده حصل ليه؟ لان الجي اتش خرج بصوره كبيره جدا 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 اثناء التشايلدهود فخلاه عملاق، جايجانتيزم جاي من كلمه جاينت، عملاق. تمام؟ فدول يا اولاد هرمون ديس اوردر، لو حصل ديكريز او انكريز. كده خلصنا اول هرمون معانا الجي اتش. الهرمون الثاني من السبعه اللي بيخرجوا من البيتيوتري جلاند، الهرمون الثاني معانا وهو هرمون التي اس اتش. هو اسمه كده يا اولاد تي اس اتش، اختصارا لكلمه تي يعني ثايرويد جلاند الغده الدرقيه، اس
يعني stimulating المحفز، واتش يعني هرمون، الهرمون المحفز للغدة الدرقية. مستر ده من اسمه تي اس اتش ثايرويد جلاند ستيميوليتنج هرمون، الهرمون المحفز للغدة الدرقية. ده من اسمه يا مستر بيحفز او بيشغل الغدة الدرقية اللي في الرقبة. الله ينور عليك. يعني يا مستر ده هرمون بيخرج من البيتيوتري جلاند تحت المخ بيلو ذا برين، بيسافر بالدم لحد ما يوصل الثايرويد جلاند، وبعد ما يوصل للثايرويد جلاند بيشغلها. الله ينور عليك. يبقى شفت اللي حصل ايه؟ الثايرويد جلاند ما بتشتغلش لوحدها، اشتغلت لما جالها التي اس اتش من البيتيوتري. يعني يا مستر البيتيوتري بتتحكم في الغدد الثانيه عن طريق الهرمونات برضه. الله ينور عليك. الماستيوتري يا اولاد ما بتشتغل، او سوري البيتيوتري يا اولاد بتتحكم في الغدد الثانيه عن طريق الهرمونات. لما الغدد الثانيه تستقبل هرمونات من البيتيوتري تبدا تشتغل. تمام؟ طيب تعالى على الهرمون الثالث، اسمه ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون، الهرمون المشغل او المفعل لغده الادرينال. كده يا مستر يعني حتى الادرينال جلاندز اللي فوق الكلى اللي بيخرجوا ادرينالين ما بيشتغلوش الا بامر من البيتيوتري. بالظبط. والامر ده بيكون على شكل ايه؟ ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. البيتيوتري بتخرج هرمون اسمه ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون، بيسافر بالدم لحد ما يوصل للادرينال جلاندز. اول ما الادرينال جلاند تستقبل الادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون، الادرينال جلاند تبدا تشتغل عشان تخرج الادرينالين بتاعها. فهمت بقى الفكره؟ فبالتالي البيتيوتري بتحكم في الجسم، في غدد الجسم زي ما انت شايف. تعالى على الهرمون الرابع. الهرمون الرابع بتاع البيتيوتري جلاند وهو هرمون اسمه مامري جلاندز اكتيفيتنج هرمون، الهرمون المفعل لغدد الثدي. مستر ايه غدد الثدي دي؟ ده يا اولاد بيكون اثناء البريست فيدنج، الرضاعه. اظن كده فهمت بقى. بيحفز غدد الثدي ان هي تخرج اللبن. ايه ده يا مستر هو الثدي بتاع غده؟ ايوه يا حبيبي في الانثى، الكلام ده في الانثى طبعا. في الانثى يا اولاد الثدي ده بيكون عباره عن غده بيخرج اللبن اثناء الرضاعه. طب امتى بيخرج اللبن؟ لما البيتيوتري جلاند تبعت المامري جلاند اكتيفيتنج هرمون. المامري جلاند اكتيفيتنج هرمون يوصل للمامري جلاندز، فالمامري جلاندز تبدا تخرج اللبن بتاعها عشان ترضع البيبي. فهمنا بقى الفكره يا اولاد؟ طيب تعالى على الهرمون الخامس. الهرمون الخامس يا اولاد وهو بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا جي اتش، قلنا تي اس اتش، قلنا الادرينال جلاند اكتيفيتنج، قلنا المامري جلاند اكتيفيتنج هرمون. عندنا كمان هرمون ريجوليتنج، يعني بينظم، ريجوليت ووتر، هرمون منظم للمياه. من اسمه ده هرمون بينظم المياه في الجسم. ده الهرمون الخامس اللي بيخرج. عندك هرمون سادس اسمه سيكشوال او ريبرودكتيف، الاثنين صح، سيكشوال صح وريبرودكتيف صح. جلاندز الغدد الجنسيه او الريبرودكتيف جلاندز الغدد التكاثريه. سيكشوال جلاندز او ريبرودكتيف جلاندز اكتيفيتنج هرمون، برضو من اسمه هرمون بيشغل السكشوال جلاندز الغدد الجنسيه. ومن اسمه ده هرمون بيشغل الغدد الجنسيه او الغدد التكاثريه اللي هي التستس في الميل او التستس في الميل والاوفري في الفيميل. بيشتغلوا برضو بامر من مين؟ من البيتيوتري. الامر ده بيكون على شكل سكشوال جلاند اكتيفيتنج هرمون، الهرمون المشغل للغدد الجنسيه والغدد التكاثريه. وده يوصلنا للهرمون السابع والاخير، فاسيليتيتنج هرمون. ايه الفاسيليتيتنج هرمون ده يا مستر؟ الفاسيليتيتنج هرمون ده يا اولاد بيخرج اثناء الليبر او البرث اللي هي الولاده.
بيخرج اثناء الولاده. طب مستر ليه بيخرج؟ عشان يا صديقي في الولاده بيكون متوقع من البيبي ان هو في جسم الانثى طبعا ان البيبي ده يخرج من مكان ضيق، فلازم عظم الحوض يوسع. طب عظم الحوض بيوسع ازاي؟ عن طريق الفاسيليتنج هرمون ده، بيخرج وقت الولاده عشان حجم الحوض يوسع بحيث ان البيبي يعرف ينزل بسهوله، فاسمه فاسيليتيتنج هرمون. كده كم هرمون معانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7. السبعه دول كلهم مين بيخرجهم؟ البيتيوتري جلاند. تخيل يا صاحبي غده واحده في جسمك بتتحكم في الغده الثانيه، وبتتحكم في نموه، وبتتحكم في التكاثر كمان، وكمان بتتحكم في الولاده والرضاعه. غده واحده، والمره كمان مره باكد لك ان هي قد الايه؟ قد البي سيد، ومكانها فين؟ بيلو ذا برين، اسفل المخ. ودي يا ولاد كانت مين؟ دي كانت البيتيوتري جلاند، الغده البيتيوتري الموجوده في المخ، تحت المخ على طول. تمام؟ دي كده اول غده معانا واطول غده، الباقي كله صغير جدا، هي دي بس الاطول غده يا ولاد. 7 هرمونات بيخرجوا منها. جي اتش جروث هرمون بيتحكم في النمو. تي اس اتش ثايرويد جلاند ستيميوليتنج هرمون، هرمون بيشغل الغده الدرقيه. ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون، هرمون بيشغل ادرينال جلاند. مامري جلاند اكتيفيتنج هرمون، هرمون بيشغل غدد الثدي. هرمون ريجيليتنج ووتر، هرمون بينظم الميه. سيكشوال جلاند او ريبرودكتيف جلاند اكتيفيتنج هرمون، هرمون بيشغل غدد التكاثريه. فاسيليتيتنج هرمون، هرمون بيسهل البرث او الولاده. كل ده من مين؟ من البيتيوتري. سبحان الله، من حاجه قد ايه؟ البذره. طبعا يا ولاد انا النهارده بصور لك في القاعه بتاعت السنتر مش في الاستوديو عشان احنا مضغوطين جدا في الوقت، فحقك عليا، بس والله انا فعلا مضغوط جدا في الوقت، ما عنديش وقت انا اروح الاستوديو، وانا اصور لك هنا في السنتر بعد ما خلصت الحصه يعني. لو برضو انت حابب كده اكتر من سمارت بورد قول لي، لو حابب سمارت بورد اكتر اللي في الاستوديو قول لي برضو. طيب طبعا ما تنساش الكسبانين. طبعا يا ريت بعد اذنك تقول لي اسمك، المحافظه بتاعتك، ما تنساش تقول لي في كومنت انت اسمك ايه، بتتابعني من انهي محافظه، وطبعا قول لنا كلمه حلوه، لان انا زي مش انا من كتر الضغط مش لاحق اروح الاستوديو والله. من كتر الضغط، لان بس هو اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي واولى ثانوي، فعندنا ضغط كبير جدا، وطبعا خلاص خلصت يعتبر مع كل منهج وبدا في مراجعات خلاص، فالضغط اوفر لود كتير قوي عليا، لود كتير قوي، فبحاول على قد ما اقدر انجز لك كل حاجه واظبط لك الدنيا، ما اسيبلكش فسوسه الا لما اقولها لك زي ما انت شايف. فلو انت شايف عاجبك وشايف اللي احنا بنعمل مجهود كبير، ما تبخلش علينا بالكلمه الحلوه، الكلمه الحلوه منك ما بتاخدش منك 10 ثواني بس معانا بتفرق كتير. وطبعا عشان نكسب زي كل مره ما تنساش يا صاحبي تكتب لي اسمك، المحافظه بتاعتك، وطبعا كلمه حلوه، عشان بناخد ناس من الكومنتس اللي كاتبين الكلام دون، بناخد اللي كاتبين اساميهم والمحافظه بتاعتهم وكاتبين كلمه حلوه، ناخدهم كده هم كده على جنب ونكسبهم ايه؟ بنكسبهم قيمه ماليه مقابل تعبهم معانا. طيب فبعد اذنك طبعا عشان تكون من الكسبانين دول بعد اذنك اكتب لنا اسمك محافظتك وكلمه حلوه من قلبك، عشان انا بتعب معاك جامد جدا 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 جدا، وصدقني انا مش بطلب منك في المقابل اي حاجه غير انك تكتب كلمه حلوه بس واللايك الجميل بتاعك. نكمل كده، خلصنا يا ولاد، خلصنا اول ايه؟ البيتيوتري جلاند خلصت خلاص. تعالى بقى على الغده الثانيه اللي معانا، الغده الثانيه اللي هنتكلم عليها النهارده باذن الله. الغده الثانيه اللي هنتكلم عليها النهارده يا صديقي وهي الثايرويد جلاند، او بالعربي الغده الدرقيه. الغده الدرقيه موجوده هنا يا صاحبي في الرقبه من قدام، حط ايدك كده تحس عليها. تمام؟ بص على الثايرويد جلاند بتكون عامله كده، ده يا صديقي بتكون التراكيه. مستر معلش ايه التراكيه دي؟ التراكيه اللي هي القصبه الهوائيه، ده مجرى الهواء بيجري فيها. تمام؟ قصاد بقى القصبه الهوائيه على طول كده هتلاقي غده عامله كده بالمنظر ده، عامله زي حرف الاتش بالمنظر ده. بص حرف اتش، هي دي الثايرويد جلاند يا اولاد، الغده الدرقيه، بتتكون من فصين، تو لوبس، فصين. الفصين دول يا اولاد هي الغده الدرقيه، متوصلين بالجزء ده، الجزء ده بنسميه سمول بارت، جزء صغير. تمام؟ يبقى تو لوبس كونكتد باي سمول بارت، تو لوبس متوصلين بجزء صغير جدا. طيب الثايرويد جلاند دي تشتغل لوحدها يا مستر؟ لا، اولا ما ينفعش تشتغل لوحدها، عشان تشتغل لازم يجي لها امر، اوردر من مين؟ من البيتيوتري جلاند. طب ايه الاوردر اللي بيشغل الثايرويد جلاند؟
التي اس اتش، ثايرويد جلاند ستيميوليتنج هرمون. بص ثايرويد جلاند، اول ما التي اس اتش يوصل للثايرويد جلاند الثايرويد جلاند بتشتغل. طب هي موجوده فين تاني؟ in front of trachea، قصاد القصبه الهوائيه، on both sides of neck، على جانبين الرقبه، واحد هنا واحد هنا، متوصلين بسمول بورت. طيب لما الثايرويد جلاند يا صاحبي بتشتغل بتبدا تخرج لك هرمون مشهور جدا اسمه الثايروكسين هرمون، او هرمون الثايروكسين. هرمون الثايروكسين ده يا ولاد مهم جدا في جسمك، لان هو بيساعد helps in food assimilation، بيساعد على الفود اسيميليشن او اللي هو حرق الطعام في الجسم. ده هرمون بيساعد على الفود اسيميليشن، حرق الطعام. مستر يعني ايه حرق الطعام؟ حبيب قلبي طبعا الطعام في جسمك لازم يتحرق عشان الطاقه تخرج منه، تمام؟ فالثايروكسين هرمون بيساعد في حرق الطعام. طب المشكله يا مستر؟ حبيب قلبي الفكره كلها ان الثايروكسين هرمون ده لو خرج بسرعه عاليه قوي هيخليك تحرق الاكل بسرعه فتكون نحيف. لو خلاك تحرق الاكل بالراحه جدا او خرج بسرعه قليله جدا فحرق الطعام يكون قليل، هيخليك ايه؟ مليان. فهمت الفكره؟ فده بيتحكم في الوزن. فالثايروكسين هرمون يا اولاد زي ما انت شفت ممكن يحصل فيه ايه؟ خلل، هرمون ديس اوردر. لو حصل فيه خلل ممكن يخرج بسرعه عاليه او بسرعه واطيه. تعالى نعرف اللي يحصل. لو الثايروكسين هرمون خرج بسرعه قليله هيعمل لك مرض اسمه السمبل جويتر. السمبل جويتر يا ولاد ده يحصل لما الثايروكسين يخرج بسرعه قليله جدا 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 جدا. لما الثايروكسين يحصل فيه decrease in thyroxine هرمون سكريشن. طب المشكله يا مستر؟ حبيب قلبي الثايروكسين لما بياخد بسرعه قليله جدا 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 ده معناه ان حرق الطعام هيبقى بطيء. فهمت الفكره؟ فبالتالي يا اولاد هيكون في اعراض من الاعراض دي، مثلا enlargement of neck، تضخم الرقبه، تلاقي الرقبه ضخمه شويه، تمام؟ طب مستر ازاي اعالجه؟ خلي بالك علاجها سهل، عشان كده سميناها سمبل، بسيطه. علاجها بيكون يا اولاد عن طريق اللي انا اشوف الثايروكسين هرمون بيتكون من ايه وازوده. يعني ايه يا مستر؟ اخد مكمل غذائي. يعني ايه يا مستر؟ بص يا ولاد، الثايروكسين هرمون بتتكون من عنصر الايودين، الايودين اليمنت. الايودين اليمنت او عنصر اليود ده اللي بيكون الثايروكسين هرمون. طب يعني ايه يا مستر؟ حبيب قلبي ده معناه بكل بساطه شديده ان لو انت عندك سمبل جويتر او الثايروكسين بيخرج بسرعه قليله جدا خد مكمل غذائي فيه ايودين. ليه؟ لان الايودين ده بيكون الثايروكسين هرمون، بيكونه. فلما تاخده الثايروكسين هرمون مستواه يرجع عليه تاني فتكون عالجت السمبل جويتر. بس كده الموضوع خلص. ولازم اكون عارف ان الثايروكسين بيتكون من ايودين اليمنت، composed of iodine element. طب مستر افرض العكس حصل، افرض الثايروكسين بدل بيخرج بصوره قليله خرج بصوره ايه؟ عاليه جدا. ساعتها يعمل لك مرض عكسه، ساعتها يعمل لك مرض اسمه اكزو ثالميك جويتر. مستر اسمه صعب قوي انا عارف، اكزو ثالميك، اكزو ثالميك جويتر. وهذا المرض بقى بدل ما يكون بسبب ديكريس في الثايروكسين بيكون بسبب انكريز ان ثايروكسين هرمون سكريشن، بسبب افراز مفرط في الثايروكسين هرمون. طب المشكله حبيب قلبي فكر فيها معايا، الثايروكسين هرمون لو خرج بشكل مفرط فيه جدا ده معناه ان حرق الاكل هيكون بسرعه، فتلاقي بقى فيه loss of weight، خساره في الوزن فجاه، وتلاقي النكس بقى فيها انلارجمنت، تضخم، تلاقي العيون بقت بارزه جدا زي ما تلاقي عندك في الشيت. طب المشكله يا مستر؟ حبيب قلبي ده عشان اعالجه لازم اعمل حاجه. ده عشان اعالجه لا قدر الله للاسف الشديد محتاجين نعمل عمليه جراحيه، محتاجين نجيب المريض ندخله عمليه جراحيه نفتح رقبته ونشيل جزء من الغده الدرقيه. ده يا مستر عشان نشاطها عالي، ما هو الغده الدرقيه نشاطها عالي جدا لدرجه انها بتفرز هرمونات كتير قوي، فلازم نقطع او نستأصل منها جزء علشان النشاط ده يقل، عشان اعالج الاكزوفثالميك جويتر. فالاكزوفثالميك جويتر علاجها بالجراحه، انما السمبل بالمكملات الغذائيه.
تمام. وكده تكون خلصت لي الثايروكسين هرمون. كده مثلا الثايرويد جلاند خلصت؟ لا، ناقص كمان حاجه. الثايرويد جلاند بتخرج كمان هرمون. الهرمون ده بقى اسمه كالسي، بص، كالسيتونين هرمون. ومن اسمه كالسيتونين بيعمل ايه؟ كالسيتونين بيلعب ايه؟ بيلعب دور مهم في نسبة الكالسيوم. يبقى ده بيلعب دور مهم في الليفل، مستوى ليفل اوف كالسيوم ان بلاد، مستوى الكالسيوم في الدم. يبقى كده يا ولاد افهم ان الثايرويد جلاند بتخرج كام هرمون؟ هرمونين، الثايروكسين هرمون والكالسيتونين هرمون. كده الثايرويد جلاند خلصت. يبقى مستر الثايرويد جلاند بتخرج هرمونين؟ ثايروكسين وكالسيتونين. ثايروكسين بيعمل فود اسيميليشن، حرق الطعام، والكالسيتونين بيتحكم في مستوى الكالسيوم، وما بتشتغلش الا بالتي اس اتش اللي بيخرج من البيتيوتري جلاند. يعني البيتيوتري جلاند تخرج التي اس اتش، التي اس اتش يروح للثايرويد، فلما الثايرويد تستقبل التي اس اتش تبدا تشتغل. تشتغل ازاي؟ بان هي بتخرج الثايروكسين وبتخرج الكالسيتونين. الثايروكسين يبدا يحرق الاكل، والكالسيتونين بيتحكم في نسبه الكالسيوم في الدم. شكرا، كده الثايرويد جلاند خلصت. تعالى بقى على الغده الثالثه. ايه ده يا مستر كده قربنا نخلص؟ ايوه قلت لك هم 5 غدد، احنا كده نبقى في الغده الثالثه. الغده الثالثه اللي معانا الادرينال جلاند، وهم غدتين مش غده واحده. تو ادرينال جلاندز، تو ادرينال جلاندز. التو ادرينال جلاندز دول يقصد يا اساتذه؟ التو ادرينال جلاندز دول موجودين فوق الكليه. لو انا عندي الكليه اهي، ادي الكليه وادي الكليه كمان اهي، ادي الكليتين. لما يكون عندنا الكليتين مستر ترسمهم صغيرين كده ليه؟ هتبقى الكليه في حاجه صغيره. الكليه فعلا قد كده، ده فعلا حجم الكليه، الكليه صغيره جدا تمام، مش بتبقى كبيره زي ما انت متخيل. الكليتين زي ما انت شايف قد كده يا اولاد. بص بقى فوقيهم، فوقيهم ويكون في حاجه عامله كده بالمنظر ده، يبقى الاسود. شفت انا رسمت الاسود ده يا ولاد؟ دول مهمين، هم دول الادرينال جلاندز. فالادرينال جلاندز موجودين فين؟ توب اوف كيدنيز، اعلى الكليتين. اعلى الكليتين يا صاحبي نلاقي مين موجود؟ الادرينال جلاند موجوده. طب وبتعمل ايه يا مستر؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه حبيب قلبي؟ الادرينال جلاند ما ينفعش تشتغل لوحدها. عارف امتى تشتغل؟ تشتغل بامر من مين؟ من الادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. طب ايه اللي بيحصل يا مستر؟ تعالى افهمك اللي بيحصل. لو انت بقى كنت ماشي في الشارع، ماشي مروح بالليل، طالع البيت، دخل الشارع بتاعك، وفجأة لقيت مجموعة كلاب طلعت لك بوم 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 بوم، فانت وقفت والكلاب وقفت قدامك، بصيتوا لبعض، انت في 3 ثواني مستني حركة الكلب. في ال3 ثواني دي جسمك هيعمل حاجة لذيذة جدا. جسمك في ال3 ثواني دول هيعمل ايه؟ اولا عينك شافت الكلاب فاستقبلت اشارة، بعتت الاشارة دي للمخ، الحق يا مخ في كلاب قدامنا، الحقنا يا مخ اعمل حاجة. فمخك هيبعت اشارة للبيتيوتري جلاند، فالبيتيوتري جلاند بسرعة 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 تفرز الادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون. الادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون يجري في الدم بسرعه 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 لحد ما يوصل للادرينال جلاند. اول ما الادرينال جلاند تستقبل الادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون، الادرينال جلاند تشتغل. ولما الادرينال جلاند تشتغل تفرز لك الادرينالين هرمون، الهرمون اللي بيخرج وقت الامرجنسيز، الطوارئ، زي المصيبه السوداء اللي انت بقيت فيها دلوقتي. تلاقي فجاه قلبك حسيت بيه، فجاه قلبك وقع، نبضاته بدات تزيد، الدم بدا يجري في عروقك، عروق بدات تبان، ملامح الغضب والتوتر والخوف بدات تظهر عليك. واول ما الكلب يهوهو تاخدها سبرنت، تجري تلاقي نفسك بتجري اسرع من الكلب. ازاي؟ انت مش عارف، بس انت فرحان انك بتجري اسرع من الكلب، عشان الكلب لو قفشك هيعلم على
ما ينفعش يعلم، فبالتالي لازم تجري صح. فبالتالي يا اولاد تفضل تجري تجري تجري، الكلب بيجري وراك. طب وبعدين يا مستر حبيب قلبي، وتجري 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 ويبقى عندك قدره خارقه على الجري، انت مش عارف القدره جات لك منين بس انت عملتها. وهذا هو هرمون الادرينالين. هرمون الادرينالين يا ولاد بيخليك في حاله سوبر هيومن، حاله مجنونه، انت مش عارف نفسك، انت ممكن تدخل خناقه تلاقي نفسك بتضرب 100 في نفس الوقت. طب ده بيعمل ازاي؟ هرمون الادرينالين يا حبيبي. هرمون الادرينالين بيخرج في مواقف الامرجنسيز، الطوارئ، زي الاسترس، التوتر، عليك امتحان، انجر، الغضب الشديد، وكمان الايموشنز، المشاعر. لما تروح تعترف لواحده بحبك وتكسفك تقول لك خلينا فريندز، تحطك في الفريند زون يا حبيب قلبي، الفريند زون اللي انت قاعد فيها بقيت حياتك هي دي. تمام. في كل دي يا اولاد هرمون الايه؟ الادرينالين هرمون. وبكده نكون خلصنا التو ادرينالين جلاندز. كده يا مستر كده خلصت خلاص؟ اه خلصت خلاص، ما فيهاش حاجه. موجودين فين؟ اون توب اوف كيدنس. خلي بالك الرسومات دي مهمه جدا 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 جدا، الرسومات دي مهمه 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 مهمه. اديني والله الرسومات مهمه. بيجيب لك في الامتحان شكل الرسومات، يعني يجيب لك المخ ويشاور لك تحتيه يقول لك مين الغده دي؟ البيتيوتري، ويقول لي 2 هرمونات اللي بيخرجوها كده. يجيب لك مثلا التراكيه او القصبه الهوائيه ويجيب لك هنا كده ويقول لك ايه الغده دي اسمها ايه؟ الثايرويد جلاند. طب بتخرج ايه؟ بتخرج الثايروكسين والكالسيتونين. يجيب لك الكليتين يقول لك مين الغده اللي فوق دي الادرينال جلاند. طب بتخرج ايه؟ بتخرج الادرينالين اللي بيلعب دور في الامرجنسيز، بلاي ا رول ان امرجنسيز. فهمنا الفكره يا اولاد؟ كده خلصنا كام غده؟ 3 غدد، البيتيوتري والثايرويد جلاند والادرينال. تعال على الغده الرابعه من الخمس، قربنا نخلص خلاص يا ولاد اهو. تعال على الغده الرابعه. بص يا ولاد بس قبل ما امسح، لو عايز توقف كده بتاعه عشان تاخد صوره حلوه اتفضل قبل ما امسح، ويا ريت تكون بتكتب ورايا، بعد اذنك اكتب ورايا الكلام ده كله جميل، اكتبه ورايا. انا بحاول اخلص لك الدرس على قد ما اقدر. تمام. طيب تعالى بقى على الغده الرابعه. يلا يا ولاد الغده الرابعه. ما اظنش ان احنا ممكن نحتاج النسبه دي كلها، خلينا بس لحد هنا. الغده الرابعه يا ولاد، لا تصدق هنحتاج. طيب الغده الرابعه مشهوره جدا، البنكرياز. اكيد كلنا عارفين البنكرياز يعني. البنكرياز. تعال على الغده الرابعه اللي معانا، الجلاند الرابعه اللي معانا، واسمها مشهور جدا وهي البنكرياس. ودي غده غريبه جدا. غريبه. غريبه يا مستر لان يا صاحبي زي ما انت شفت كده البيتيوتري والثايرويد والادرينال بيخرجوا هرموناتهم جوه الدم. مش المشكله يا مستر البنكرياس لا. يعني لا. شفت غدد العرق السويت جلانز؟ هو العرق بيخرج فين؟ جوه الدم ولا بره الجسم؟ تقول لي بره الجسم. اقول لك يعني السويت جلانز بتخرج بتخرج العرق بره الجسم مش جوه الدم، صح؟ تقول لي صح. اقول لك البنكرياس صايع، بيخرج جزء من مكوناته بره الدم وجزء من مكوناته جوه الدم. تقول ايه المشكله يا مستر؟ يا ابني هو احنا ليه سمينا الجلاندز بتاعتنا اندوكراين جلاندز؟ لما كتبنا تعريف الهرمون في الاول سميناها اندوكراين جلاند، صح؟ ليه؟ عشان بتخرج هرموناتها في الدم. انما البنكرياس لا، البنكرياس بنسميه ميكسد جلاند مش اندوكراين. كلهم سميناهم اندوكراين ما عدا البنكرياس بنسميه ميكسد جلاند، غده مختلطه، او اسمها الاخر دبل فانكشن جلاند. بالمشكله يا مستر يعني جلاند بوظيفتين، لان هي بتخرج جزء بره الدم وجزء جوه الدم غير اي غده في جسمك. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا هي مكانها فين الاول؟ مكان البنكرياس هنا يا اولاد، دي الاستومك او المعده. لو جيت تبص على المعده تلاقيها عامله كده باذن الله، يا رب ترسم صح. ثانيه واحده يا ولاد اهي. بص يا ولاد كده شكل المعده اهو. بالمنظر ده بيكون شكل ايه يا اولاد؟ المعده. تمام. وبعد كده عندك السمول ايه؟ انتستين بالمنظر ده اهو. جميله جدا 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 جدا. دي الاستومك ودي السمول انتستين، الامعاء الدقيقه. ما بينهم هنا بقى الغده اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها. الغده دي بقى مين هي؟
البنكرياس اللي بنتكلم عليه. ما بين مين ومين؟ الاستومك والسمول انتستين. ما بين الاستومك والسمول انتستين البنكرياس موجود. بيعمل ايه بقى البنكرياس ده يا ولاد؟ بص يا صاحبي، اول حاجه بيخرج البنكرياتيك جوس. جوس مش عصير، جوس انا معناها عصاره، العصاره البنكرياسيه بتخرج من البنكرياس وتروح هنا، تروح جوه الاستومك، تخرج في الاستومك كافيتي. طب مستر معلش ليه بتخرج في الاستومك كافيتي؟ علشان يا صاحبي بتساعد في الدايجستشن، بتساعد في الهضم. helps in digestion، بتساعد في الهضم. طب ايه المشكله يا مستر؟ يا ابني ركز، هي خرجت في الدم؟ لا، البنكرياتيك جوس راحت جوه المعده ما راحتش للدم، عكس الغدد الثانيه كانت بتخرج هرموناتها جوه الدم. الادرينالين بيخرج جوه الدم، الثايروكسين جوه الدم، الكالسيتونين جوه الدم، كل الهرمونات بتاعت البيتيوتري جوه الدم. ده جوه المعده مش جوه الدم، جوه الاستومك كافيتي. دي الاستومك كافيتي، الجزء اللي جوه ده بسميه استومك كافيتي. تمام؟ طب وبعدين يا مستر؟ وبعدين يا صاحبي الجزء الثاني يجي. زي ما في جزء بيخرج بره الدم، في جزء بقى بيخرج جوه الدم directly into blood stream، مباشرة في مجرى الدم. وأول هرمون بيخرج في مجرى الدم يا ولاد هو هرمون الانسولين. شفت بقى، عرفت بقى سولات سميناها ليه ميكسد جلاند؟ عشان بتخرج جزء بره الدم وجزء جوه الدم. الانسولين هرمون بيخرج جوه الدم بيعمل ايه؟ ده حبيبي بيخرج لما انت بتاكل حاجه مسكره. لما بتاكل حاجه مسكره مستوى السكر في جسمك ما ينفعش يفضل عالي، او في الدم لو مستوى السكر في الدم فضل عالي السكر ده بيتخمر، بيتحول لكحول، فبيعمل تسمم في الجسم، ما ينفعش. فبالتالي الانسولين بيخرج عشان يقلل مستوى السكر. عشان يعمل ايه؟ تو ديكريز، يعني ديكريز يقلل الجلوكوز ليفل ان بلاد، يقلل مستوى الجلوكوز في الدم. مستر مين الجلوكوز ده؟ الجلوكوز يا ولاد اللي هو البلاد شوجر، سكر الدم. تمام؟ يقلله. ازاي بيقلله يا مستر؟ عن طريق ان هو بياخد الجلوكوز دون بيخزنه ازاي؟ عن طريق ان هو بيحوله لماده ثانيه، بيحوله لماده ثانيه اسمها جلايكوجين. الجلايكوجين ده يا ولاد بيتخزن في الليفر، فيتخزن في الكبد في الليفر. تمام؟ يبقى الجلوكوز بيتحول لايه؟ لجلايكوجين علشان يتخزن. طب مستر ده كلام جميل جدا جدا جدا، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا صاحبي. دلوقتي يا مستر حضرتك بتقول الجلوكوز بيتحول لجلايكوجين في الليفر صح؟ في الكبد صح؟ اه. طب ليه يا مستر ليه الجسم بيخزن الجلوكوز؟ ليه الجلوكوز يتحول لجلايكوجين عشان يتخزن؟ عشان يا حبيبي لما حضرتك بتصحى من النوم او لما بتكون صايم جسمك ما يفقدش السكر. ما انا لو تخلصت من السكر بره الجسم هاجي في مرحله جسمك يكون عايز سكر عشان يعمل نشاط معين عشان يديك طاقه. افرض ما فيش سكر هيغمى عليك، فبالتالي بيخزنه. بس طبعا زي ما ده كلام مفيد في كلام مضر. يعني مثل كلام مضر، تعال نتكلم عن روتينك اليومي. انا اعرف ناس صديقي بيعمل ايه؟ يصحى من النوم يضرب ازازه تويست البلو بيري قنبله سكر اول ما يصحى، ما فيش بعديها بساعتين يجيب شوكولاته ياكلها قنبله سكر تانية، بعديها اندومي قنبله سكر تالتة، بعديها ما يكملش كام شويه بعد كده ضرب الغدا في سكر، وبعديها كيكه بالشوكولاته سكر تاني، وبعديها شاي بلبن سكر زياده وده سكر رابع، وعمال بقى سكر طول اليوم سكر طول اليوم سكر طول اليوم. هتقول ايه المشكله؟ حبيبي البنكرياس هنا هيتعب. ما البنكرياس كده طول اليوم عمال بيخرج ايه؟ انسولين. ارحمه كفايه. والكلام ده بقى مش يوم واحد، الكلام ده بقى على مدار ايام. انت ايام فضل مكمل على يوم ورا يوم حبيبي مجال النوم، يوم ورا يوم حبيبي مجال النوم، والسكر مليان مليان مليان، والانسولين بيخرج عشان يوطي السكر سكر سكر، عشان لو ما وطيش هيجي لك مرض اسمه مرض السكر، او زي ما بنسميه الديابيتز، مرض السكر. مرض السكر يا اولاد او الديابيتس ديزيز ده بيحصل لما الانسولين يشطب في جسمك، لما البنكرياس يجيب اخره منك، لما يقول لك كفرتني في عيشتي كفايه سكريات انا مش شغال، شوف لك بنكرياس غيري ويعملها لك كده، وساعتها الانسولين
يبطل يخرج في الجسم، ويبطل يخرج في الجسم فمستوى السكر يفضل عالي، مستوى السكر يفضل عالي يدخلك في غيبوبه اسمها غيبوبه السكر، وكل سنه وانت طيب من بعدها جالك مرض السكر وما ينفعش تمشي في الشقه او في الشارع او في اي مكان الا لو في حقنه انسولين جنبك عشان تلحقك لو اكلت او السكر عالي فجاه. فهمت الفكره؟ فالدايابيتس ده بيحصل لما الانسولين بيشطب، لما يحصل decrease in secretion of insulin. ولو حصل decrease in secretion of insulin يا ولاد هرمون، ساعتها الجلوكوز هيفضل ايه؟ عالي، هيفضل عالي في السماء. واعراضه بتكون multiple urination التبول الكثير، وثيرست والعطش، طول الوقت عايز تشرب ميه. تمام؟ ده يا ولاد الانسولين هرمون. طب مستر افرض العكس حصل، افرض جسمي كان محتاج سكر وانا ما اكلتش حاجه بسكر طول اليوم، ساعتها بقى حاجه عكس الانسولين بتحصل. ساعتها جسمك بيخرج الهرمون التاني اللي بيكون عكس عكاس مع الانسولين. عكس عكاس، هرمون اسمه جلو، قول ورايا، جلو 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 كا 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 جون 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 جلوكاكون هرمون، هرمون الجلوكاكون. هرمون الجلوكاكون يا ولاد ده عكس الانسولين. الانسولين بيقلل مستوى الجلوكوز، الجلوكون العكس. الجلوكون ده بيخرج لما انت تكون صايم، لما انت تكون صايم طول اليوم الجلوكوز بيكون قليل فيغمى عليا، فلازم مستوى الجلوكوز يزيد. ازاي بقى بيزيد؟ لما البنكرياس بيخرج الجلوكاكون ده يا صاحبي تو انكريز عشان ازود الجلوكوز ليفل ان بلاد، عشان ازود مستوى الجلوكوز في الدم. طب بيشتغل ازاي يا مستر؟ ما احنا قلنا عكس الانسولين، بياخد الجلايكوجين اللي في الليفر، ياخد الجلايكوجين اللي في الليفر ويحوله لجلوكوز في الدم. وكده تكون خلصت الهرمونات اللي بتخرج في البلاد ستريم او في مجرى الدم، وكده تكون خلصت البنكرياس اصلا. يبقى البنكرياس زي ما انت شايف هو ميكسد، جزء بره الدم وجزء جوه الدم. بره الدم ده بنكرياتيك جوس، جوه الدم الانسولين والجلوكاكون. الانسولين والجلوكاكون عكس بعض، الانسولين بيقلل السكر عن طريق ان هو بياخد الجلوكوز يحوله لجلايكوجين في الليفر، انما الجلوكاكون ياخد الجلايكوجين اللي في الليفر يرجعه جلوكوز. مستر حسن هتلخبط الحته دي. بص يا ولاد، جلوكوز ده السكر النشط في الدم، جلايكوجين ده السكر المتخزن في الكبد، والجلوكاكون ده الهرمون اللي بيحول الجلايكوجين للجلوكوز اللي بيخرج من البنكرياس في البلد في الدم. وكده تكون خلصت لي البنكرياس. تعالى بقى على اخر حاجه معانا وهي الريبرودكتيف جلاندز، او زي ما بنسميها السكشوال جلاندز، الغدد التكاثريه، اللي طبعا نقسمهم في الميل اللي هما التو تستس، الخصيتين. طبعا انت عارف ان التو تستس او الخصيتين دول اللي في الراجل بيكون عندهم وظيفه مهمه جدا. وظيفتهم ان هم بيخرجوا هرمون من اسمهم تستس، بيخرجوا هرمون اسمه تستيرون. يبقى وظيفتهم ان هم بيعملوا ايه يا اولاد؟ سكريت تستيرون هرمون. طب بيعمل ايه يا مستر ده؟ حبيبي ده بيكون مسؤول عن الميل سكشوال سكندري كاركترستكس، الصفات الجنسية الثانوية عند الرجل. مستر هو الراجل عنده صفات جنسية أولية وثانوية؟ طب ما الأولية أنت عارفها، الثانوية برضو عارفها، زي الشنب والدقن، البيرت والمستج، الهارشنس اوف فويس، خشونة الصوت. صفات الراجل الجنسية الثانوية. كده التست خلصت. طيب لو فيميل أنثى فبيكون عندهم تو اوفريز مبيضين بيخرجوا هرمونين مش هرمون واحد. الراجل بيخرج تستوستيرون بس، الاوفرز بقى بيخرجوا حاجتين، الاستروجين هرمون والبروجسترون هرمون.
طب ايه الفرق يا مستر؟ حبيب قلبي الاستروجين والبروجسترون دول عكس عكاس. تيجي تسال الست كده هو مالك؟ تقول لك ماليش. تقول لك انا عملت حاجه؟ تقول لك ما انت لو كنت مهتم كنت عرفت. تمثلها. تعالى تعالى بص على ده اللي بيحصل ايه. تعالى يوسف يا اولاد، يوسف الممتلئ مطلع عيني. بص انا راجع من الشغل طبعا، فتح الباب هون. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ كويس. مالك؟ مفيش. والله العظيم طب انا عملت حاجه؟ معرفش. لا اله الا الله. افتكر طب ممكن عملت حاجه؟ طب ما انا كلمتك النهارده. اسأل نفسك. استغفر الله العظيم يا رب. طب انت كويسه؟ كويس. يعني طب انا عملت حاجه تزعلك؟ معرفش. لا اله الا الله. اصلا انت ما بقتش مهتم ولا بقيت تحبني. انت اصلا مش مهتم. وده اللي يحصل بقى يا ولاد. طب ده حصل ليه؟ اصل يا صاحبي اللي حصل هو الاستروجين والبروجسترون عكس عكاس. حبيب قلبي الاستروجين لما بيكون عالي البروجسترون بيكون واطي، والبروجسترون لما يكون عالي الاستروجين بيقل، فالاثنين بيقعدوا في طول الشهر يبدلوا مع بعض. فلما يبدلوا مع بعض بيدخلوا الست في حاجه اسمها مود سوينجز او تقلبات مزاجيه. تكلمها الصبح تلاقيها زي الفل، اليوم اللي بعديه تلاقي لها قلبه بنكد. طب يا ست انا عملت ايه النهارده؟ ما انت هو لو كنت مهتم كنت عرفت كده. بس هي طالبه بنكد النهارده، هي كده. اليوم اللي بعديه بتضحك وبتهزر وزي الفل. جنان جنان. طب مستر معلش هما بيعملوا الهرمونين دول. بص يا ولاد الاستروجين ده عامل زي التستوستيرون، بيديلها بدل ميل الفيميل سيكشوال سكندري كاركترستكس. مستر هي الانثى عندها صفات جنسيه ثانويه؟ يا ابني انت عبيط. هل انت عبيط؟ طب ما الصفات الجنسيه الاوليه انت عارفها، طب الثانويه ما انت برضو عارفها. تمام مش هتكلم فيها يعني انت عارف. طيب تعالى بقى على البروجسترون. البروجسترون يا ولاد مسؤول عن الرحم. بيعمل في الرحم يا ولاد؟ بيعمل جروث يعني تكبير الاندوميتريوم. تبقى لك في مكان تاني. اندوميتريوم جدار الرحم، بيكبر جدار الرحم. طب يا مستر ليه بيكبرها؟ بيكبر جدار الرحم يا ولاد استعدادا للحمل، عشان الرحم هيشيل البيبي فلازم جدار الرحم تكون قويه استعدادا للبريجننسي او استعدادا للحمل. شفت يا ولاد؟ وده الهرمون الخامس والاخير. بنكون كده قفلنا يونت 4 ومنهج ثالثه اعدادي الترم الثاني تم الانتهاء منه الحمد لله بنجاح. تعالى بقى على تفصيل المراجعات. بص يا صاحبي ان شاء الله في المراجعات انا هعمل لك 5 حصص كويس جدا. يونت 1 حصه شرح حل كامل اسئله بقى جيم ريزون واتسمنت باي كيميكال ايكويشنز معادلات اسئله تضمن لك الفول مارك. ويونت 2 حصه ليها برضو الثلاث دروس كلهم نشرحهم لك كده هون وبعدين نحل عليها اسئله كتير لحد ما ايدك توجعك. بعديها يونت 3 و4 لان 3 درس واحد و4 درس واحد مع بعض في الحصه الثالثه. برضو نفس النظام هنشرحهم نحل لك عليهم كتير جدا 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 لحد ما توجعك. خلي بالك كل حصه منهم مش تبقى اقل من 3 ساعات. تيجي بقى الحصه الرابعه حصه مهمه جدا، حصه حل المحافظات. حصه مهمه نقعد نحل محافظات لحد ما نزهق. نيجي الحصه الخامسه حصه مراجعه ليله الامتحان، تستلم مني الشيت اللي الفاينل ما بيخرجش منه باذن الله. الخمس حصص كلهم مع بعض يا اولاد ان شاء الله هنزلهم لك على المنصه بسعر 200 جنيه. انا شايف ان ده سعر كويس جدا 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 على 5 حصص. انت بتتكلم ان الحصه الواحده تكون عليك ب 40 جنيه تقريبا، فده انا شايف رقم لا يذكر. على قد ما انا بتعب معاك بس انا فعلا زي ما بقول لك هو رقم لا يذكر يعني بالنسبه ان انت 200 جنيه ممكن تروح بيها سندوتش صباح الفل يعني. تمام فانا هنعمل لك 200 جنيه فيها 5 حصص زي ما اتفقت معاك بمراجعه ليله الامتحان، شيتات، طبعا تلخيص المنهج كله، طبعا ديفيجن المنهج كله، واتس ميثود المنهج كله، واتابنج المنهج كله، كومبليت جيف ريزن تشوز رايت سبيسيفيك تيرم تشوز ذا اود وورد. كل الاسئله اللي ممكن تتخيلها. شيت مراجعه ليله الامتحان باذن الله الامتحان ما يخرجش منه خالص ان شاء الله. نرجع مراجعه قويه جدا والحمد لله خلصنا المنهج في وقت كويس جدا. ما تنساش ان امتحانك لسه ناقص عليه شهر وشويه، فاحنا الحمد لله مخلصين المنهج في وقت كويس جدا. طبعا ما تنساش دايما ان احنا معاك للاخر وخليك فاكر ان مع مازون الساينس فيها صاحبي في السيف زون. سلام.